طريقة زراعة الصبار بطريقة ناجحة و100%. صلى على النبي. انا دلوقتي جايبين صبار معاكم، طبعا دول زرعهم برضو. دي صبارة واحدة هنا في السطح، ودي اتنين. طبعا ده نوع الاخضر، ده نوع وده نوع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا الصبار ده مفيد 100%. طبعا ده نوع ودول الاتنين نوع، دول اتنين خضر ودول ودي نوع. احنا دلوقتي هنتعلم معاكم ازاي نزرع الصبار. طبعا احنا دلوقتي جايب اي حاجة انت تزرع فيها. طبعا لازم تبل الارض، تبل التربة الاول، وبعد كده تبدأ انك تمسك الصبارة، تمام، وتغرزها بالشكل اللي انتم شايفينه ده. تبدأ تغرزها لتحت، تمام كده. بعد انت ما غرزتها و100%. طبعا تبدأ ايه، انك تعبي الهواء اللي جنبيها علشان الانبات يكون اسرع بالشكل اللي انتم شايفينه ده. طبعا هنا بعد ما زرعناها وبقيت 100%، هنبدأ اننا احنا ايه نرويها ونسيبها بقى. ان شاء الله تشوفوا الفرق بعد اسبوع. طبعا انا مش اول مرة اجربها التجربة دي، انا مجربها كذا مرة. تبدأ انك ترويها بس. دي كل العملية اللي انت هتعملها. بس ادي واحدة، دول طبعا لسه زراعهم برضه بالشكل اللي انتوا شايفينه.